عنوان نوح عليه السلام. كما قلنا هناك آدم عليه السلام، نوح عليه السلام. تسلسل الرواية 121 أو أكثر، لا أعرف، أنتم عليكم أن تضعوا التسلسل التام الصحيح. الرواية التي تذكر تحت عنوان نوح عليه السلام رواية 121 السيوطي في الدر المنثور، أخرج ابن أبي الدنيا في مكاد المنظر. ما هو السيوطي؟ الدر المنثور. أخرج ابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان، وابن عساكر عن ابن عمر ماذا قال؟ عن ابن عساكر عن ابن عمر قال: لما ركب نوح السفينة رأى فيها شيخا لم يعرف. لما ركب نوح السفينة رأى فيها شيخا لم يعرف، قال له نوح: ما أدخلك؟ فلا نستغرب أن يكون إمام الضلالة أو مرجع الضلالة أو مفتي الضلالة، أن يكون هو الشيطان، هو إبليس، كما يتمثل هنا إبليس الأنبياء، فيتمثل للناس ويفتي للناس ويخدع الناس. يقول: لما ركب نوح السفينة رأى فيها شيخا لم يعرفه، قال له نوح: ما أدخلك؟ قال: دخلت لأصيب قلوب أصحابك فتكون قلوبهم معي وأبدانهم معك. لماذا دخلت إلى السفينة؟ قال: إبليس يقول: دخلت لأصيب قلوب أصحابك فتكون قلوبهم معي وأبدانهم معك. قال نوح: اخرج يا عدو الله. فقال إبليس: 5 أهلك بهن الناس وسأحدثك منهن ب3 ولا أحدثك ب2. 5 أهلك بهن الناس وسأحدثك، بل امتعدت إبليس يقول وسأحدثك منهن ب3 ولا أحدثك ب2. أوحى الله إلى نوح، فأوحي إلى نوح: لا حاجة بك إلى ال3، مره أن يحدثك، مره يحدثك بال2. يعني مره بأن يحدثك بال2، مره يحدثك بال2، فإن بهما أهلك الناس. بال2 اللتين لا يريد أن يخبرك بهما هما اللتان أهلك بهما الناس. يقول: فإن بهما أهلك الناس. فأوحي إلى نوح: لا حاجة بك إلى ال3، مره يحدثك ب2 فإن بهما أهلك الناس. فقال إبليس: هما، أمره فأجاب إبليس قال: هما الحسد والحرص. الحسد والحرص. إذن فقال إبليس: هما الحسد، وبالحسد لعنت وجعلت شيطانا رجيما، كما يلعن أئمة الضلال الآن. قال: الحسد، وبالحسد لعنت وجعلت شيطانا رجيما. ثانيا، ما هو الأمر الثاني؟ قال: والحرص أبيح لآدم، أي أبيح الحرص لآدم، أو أبيح لآدم الحرص، أو أبيح لآدم الجنة. نعم. والحرص أبيح لآدم الجنة كلها، أبيح لآدم الجنة كلها، أبيح لآدم الجنة كلها، فأصبت حاجتي منه بالحرص فأخرج من الجنة. بمعنى أن يريد أن يقول بأن الله سبحانه وتعالى منح آدم كل الجنة إلا باستثناء هذه الشجرة، وهذا الاستثناء للشجرة لا يقاس مع عظم وكبر
وكمل الجنة وسعة الجنة وشمولية الجنة. يعني هذه لا تقارن بمقدار الصفر على شمال الرقم، لأنها يعني قليلة وصغيرة مقابل الجنة وسعة الجنة وخيرات الجنة وأشجار الجنة. فلذلك قال أبيح لآدم الجنة كلها. يقول فأنا أي إبليس يقول فأصبت حاجتي من آدم. كيف أصبت حاجتي؟ استغللت ونفذت، استغليت ونفذت من خلال الحرص، لأن آدم أراد أن يحصل على كل الكمالات، أراد أن يرتقي كل الارتقاء، فطلب هذه الشجرة، فطلب ما في هذه الشجرة، فأكل من هذه الشجرة. يقول إذا قال فقال إبليس هما الحسد، وبالحسد لعنت وجعلت شيطانا رجيما. والحرص أبيح لآدم الجنة كلها فأصبت حاجتي منه بالحرص فأخرج من الجنة. يعني بالحرص إبليس أصاب حاجته من آدم، وبالحرص خرج وأخرج آدم من الجنة. الرواية الأخرى إذن في هذه الرواية أيضا يكشف لنا أو تكشف لنا هذه الرواية بأن نوح عليه السلام رأى إبليس على هيئة شيخ وتحدث معه وعرف شخصه وتحدث معه على هذا الأساس كما بينت الرواية. الرواية الأخرى الرواية 28 بعد 100 في تاريخ مدينة دمشق ابن عساكر. قال عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا عن أبي العالية قال لما رست السفينة أي يكمل لما رست السفينة سفينة نوح إذا هو بإبليس على كوثر السفينة. كوثر السفينة أي مؤخر السفينة. دائما في مؤخر السفينة يوضع شيء أو يبنى شيء أو ينشئ شيء مثل القبة مثل البيت مثل البيت مثل الغرفة يكون فيه الملاحون هناك، المتاع، المخزن، القيادة، غرفة الاجتماع. يقول لما رست السفينة سفينة نوح إذا هو بإبليس على كوثر السفينة. وقلنا الكوثر هو مؤخر السفينة فيه يكون الملاحون ومتاعهم. فقال له نوح عليه السلام، نوح قال لإبليس ويلك قد غرق أهل الأرض. إذن هنا قال ويلك قد غرق أهل الأرض. يعني نوح الآن عرف من هذا الشخص الذي يجلس على كوثر السفينة أو الذي هو واقف عند كوثر السفينة. تحدث معه نوح قال ويلك قد غرق أهل الأرض. ويلك قد غرق أهل الأرض. ويلك قد غرق أهل الأرض من أجلك وقد أهلكتهم. قال إبليس ما أصنع؟ يعني أقر بهذا نوح سلام الله يقول ويلك قد غرق أهل الأرض من أجلك وقد أهلكتهم. قال إبليس ما أصنع؟ قال نوح عليه السلام له تتوب تب. فقال نوح عليه السلام تتوب. قال إبليس لعنة الله على إبليس وعلى مطايا إبليس. قال إبليس فسل ربك عز وجل. يعني اسأل الله سبحانه وتعالى فسل ربك عز وجل هل لي من توبة. فادعى نوح ربه فأوحى الله إليه. دعا الله نوح دعا الله سبحانه وتعالى فأوحى الله إليه فأوحى الله إليه أن توبته ما هي؟ هذه سجدة أخرى. الرواية من أين؟ في تاريخ مدينة دمشق ابن عساكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا عن أبي العالية، ليست من مصادرنا. لاحظ التاريخ، لاحظ العقائد، لاحظ كتب التفسير، لاحظ السير، لاحظ الروايات، لاحظ الآثار، لاحظ ما ورد عن الصحابة، ما ورد عن التابعين، ما ورد عن المفسرين.
ما ورد عن أهل الحديث يتحدثون عن سجدة، هذه سجدة غير سجدة إبليس لآدم. لاحظ يقول قال نوح عليه السلام، قال نوح عليه السلام له تتوب، قال إبليس فسل ربك عز وجل هل لي من توبة؟ فدعا نوح ربه فأوحى الله إليه أن توبته أن يسجد لمن؟ سجدة إبليس لمن كانت سابقا؟ لم يقبل بها، كانت السجدة لآدم سلام الله عليه. ما هي هيئة آدم؟ ما هي حقيقة آدم التي أمر الله بها أن يسجد لها إبليس؟ الله العالم بها، لكن أمره بالسجود لآدم، لجسد آدم، لجسم آدم، لشخص آدم، لحقيقة آدم، لتجلي آدم. هذا شيء. الآن بعد أن مر الزمان وحصل ما حصل، ما هو ثمن التوبة؟ التفت جيدا. الله سبحانه وتعالى هنا في هذا المعنى، في هذا الإيحاء إلى نوح عليه السلام، أراد أن يذل إبليس. يعني إبليس الذي رفض أن يسجد لآدم، إلى حقيقة آدم، إلى تجلي آدم، إلى جسم آدم، إلى جسد آدم، إلى خلق آدم. الله سبحانه وتعالى أراد أن يذل إبليس في هذه المرحلة. ماذا أمره؟ قال فدعا نوح ربه فأوحى الله إليه أن توبته أن يسجد ليس لآدم، افهم جيدا، لقبر آدم. أن يسجد لقبر آدم. التفت جيدا. أين نحن من زيارة القبور، وأين نحن من السجود للقبور. نحن نكفر من يسجد للقبر، نحن نحكم بكفر من يقول يجوز السجود للقبر. نحن نقول باستحباب زيارة القبور لأخذ العظة والموعظة. نحن نقول بوجوب زيارة القبور كوجوب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسب ما ورد إلينا من دليل شرعي، لكننا لا نقول بالسجود على القبر، أي السجود بمعنى السجود للقبر، بمعنى العبودية، بمعنى الإلوهية، بمعنى الخضوع المتجسد والمتمثل بين خالق ومخلوق، بين رب ومربوب. فالسجود لي أو السجود على لا مشاحة في استعمال الحرف، وإنما هذا هو المقصود. أما السجود على الشيء كالسجود على البساط، السجود على الحصير، السجود على الحصى، السجود على التراب، السجود على التراب اليابس الذي يكون على هيئة شكل معين، هيئة دائرية أو مربعة أو غيرها كما يسمى بالتربة عندنا. فهذا السجود على الشيء لتحقيق عنوان من عناوين موضع السجود التي يجوز السجود عليها. هذا تراب يجوز السجود عليه، تأتي بحصى من الخارج وتضع الحصى وتصلي عليها باعتبارها موضع من مواضع السجود. كما تأتي بسجادة من القماش، بقطعة من القماش، وتضع قطعة القماش وتسجد عليها كما يفعل من يعتقد بصحة السجود على المأكول والملبوس. إذن أين نحن من الزيارة للقبور، وأين نحن من السجود للقبر؟ لاحظ، السجود للقبر ماذا يستلزم؟ يستلزم أن تذهب إلى القبر. السجود إلى القبر يستلزم أن تزور القبر. هذا السجود إلى القبر الذي يستلزم زيارة القبر، يستلزم التوجه إلى القبر، يستلزم شد الرحال إلى القبر. إذن عندي شد الرحال إلى القبر،
إذن عندي زيارة إلى القبر، عندي شد رحال إلى القبر، عندي توجه إلى القبر، عندي مسير إلى القبر، عندي مشي إلى القبر، عندي سير إلى القبر، وعندي زيارة إلى القبر، وعندي سجود للقبر، التفت ليس على القبر، للقبر، وعندي طبعا السجود هو صلاة، إذن عندي صلاة للقبر، عندي دعاء للقبر، طبعا هذا بأمر الله، إذن هو مسير لله، هو شد رحال إلى أمر الله، هو توجه إلى الله، هو زيارة إلى الله، هو سجود إلى الله، هو خضوع إلى الله، هو صلاة إلى الله. أين هذا وأين زيارة القبور التي نكفر من أجلها والتي نقتل من أجلها؟ فدعا نوح، ليس فقط نحن، كل المسلمين يقتلون، كل المسلمين يكفرون، لأنهم يزورون قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يزورون قبور الأولياء في كل أنحاء العالم، في كل بقاع العالم. يقول فدعا نوح ربه فأوحى الله إليه أن توبته أن يسجد لقبر آدم. لاحظ، إدلال لإبليس وإدلال لمن يكفر الناس. يقول فأوحى الله إليه أن توبته أن يسجد لقبر آدم، فقال له نوح جعلت لك، قال له نوح قد جعلت لك توبة. فدعا ربه فأوحى الله إليه أن توبته أن يسجد لقبر آدم، فقال له نوح، أي نوح قال لإبليس، فقال له نوح قد جعلت لك توبة. قال إبليس وما هي؟ قال عليه السلام أن تسجد لقبر آدم. اسمع جيدا، قال أن تسجد لقبر آدم. ليس لي علاقة بكلام الببغاوات والإمعات والناعقين مع كل ناعق. رواية غير صحيحة ليست مذكورة في مسلم والبخاري، كينما يأتي به من يضاعف هذه الرواية ويضاعف راوي في الرواية، ليس لي علاقة بهذا. أنا أتحدث عن تراث، أتحدث عن تاريخ، أتحدث عن سيرة، أتحدث عن كتب عقائد، أتحدث عن كتب تفسير، أتحدث عن كتب حديث، أتحدث عن تراث إسلامي، أتحدث عن صحابة، أتحدث عن مفسرين، أتحدث عن علماء، أتحدث عن أئمة مذاهب، كلهم مرت عليه هذه الروايات، كلهم سمع بهذه الروايات، كلهم كتب هذه الروايات، كلهم احتفظ بهذه الروايات، كلهم قرأ هذه الروايات، لكن لم يصدر منهم من يكفر، لم يصدر منهم التكفير الذي يصدر الآن، لم يصدر منهم تحليل الدماء والأموال والأعراض لمن يزور القبور. قال عليه السلام أن تسجد لقبر آدم. قال إبليس، التفت إبليس علم بهذه الذلة وبهذا الأسلوب الذي فيه إضلال وتسفيه وتسخيف لإبليس، علم بهذا. فماذا قال إبليس؟ قال تركته حيا وأسجد له ميتا. عندما كان حيا لم أسجد له، فكيف أسجد له وهو ميت؟ قال إبليس تركته حيا وأسجد له ميتا. انتهت الرواية وانتهى الكلام تحت عنوان نوح عليه السلام.